اكتر من 90% من الناس اللي بتتعلم كتير ما بتحققش اي نتيجه، وده مش كلامي، ده دراسات اتعملت في جامعه هارفارد والام اي تي. السبب غريب شويه، بس اغلب الوقت بيكون نابع من عدم وعيك بيه اصلا، والسبب ده اتقال في كتاب وور اوف ارت للكاتب ستيفن بريسفيلد، واللي بيقول لك ان الفرق بين الكاتب العظيم والكاتب العادي مش في مقدره الاول على انه يكتب افضل، لكن في مقدرته انه يقعد يكتب اصلا، انه يبدا ويستمر. وده السبب اللي بيخلي كتير من اللي بيتعلموا بيفشلوا، لان كل ما بتتعلم اكتر كل ما خوفك عشان تبدا بيزيد. انت فاكر ان انت بتقوي نفسك، بس اللي بيحصل ان دماغك بتتخنق. ليه؟ عشان كل معلومه جديده بتفتح لك باب جديد من الاسئله، وكل باب بيخليك تحس انك لسه مش جاهز، فبتفضل تاجل وتحضر وتقرا وتشوف فيديوهات وتقنع نفسك ان انت لسه في مرحله التعلم. بس في الحقيقه انت بتستخدم التعلم ده كعذر علشان ما تبداش، عشان ما تفشلش، او علشان ما حدش يقول لك شفت ما احنا قلنا لك. المعرفه من غير تنفيذ هي عبء مش قوه.